الساعة وصلت لبيت جديد، اللي اشتراها كان راجل بسيط اسمه كريم. جابها لبنته الصغيرة ملك اللي عندها 10 سنين لأنها حبت شكلها، وقالت له إنها شكلها بتتكلم. ضحك كريم وقال لها: بتتكلم إيه يا شيخة؟ دي ساعة مش عروسة. بس الليلة الأولى كانت مختلفة. ملك صحيت في نص الليل والساعة بتدق 12 دقة. قامت من على السرير ومشيت ناحية الصالة وهي ماسكة دبدوبها. بصت على الساعة وقالت بصوت واطي: أنا سامعة صوتها بتنده عليا. تاني يوم الصبح قالت لأبوها: بابا، الساعة قالت لي إني همشي بعد 10 أيام. كريم ضحك وقال لها إنها بتحلم، لكن كل يوم بالليل الساعة كانت بتدق أقل بدقة واحدة. وفي اليوم السابع لما دخل كريم الأوضة لقى بنته قاعدة قدام الساعة وبتكلمها: هو أنا هروح لمين؟ هروح لآدم ولا للجدة؟ كريم اتخض. هو عمره ما حكى لبنته عن القصة ولا يعرف هي جابت الأسماء دي منين. في اليوم التاسع الساعة دقت مرتين بس، ولما بص عليها لقاها بتنور واسم ملك بيظهر على الإزاز، لكن تحته والأول مرة اسم تاني بيتكتب تحته ببطء: كريم. وفي اليوم العاشر سكت كل شيء، لا صوت بنت بتضحك ولا صوت نفس في البيت. الصمت كان مرعب. لما الشرطة دخلت لقوا الساعة واقفة بتدق دقة واحدة بس، والإزاز عليه اسمين محفورين جواه: ملك وكريم. أما الساعة تاني يوم اتنقلت لمتحف المدينة، لكن الحارس اللي كان في الوردية الليلية حلف إنه كل يوم نص الليل بيسمعها بتدق وصوت طفلة بتضحك وبتقول: خلص الوقت يا بابا. ومن يوم ما الساعة دخلت المتحف مفيش حارس كمل ورديته للآخر، كلهم بيستقيلوا بعد أول ليلة، وكل واحد منهم بيحلف إنه سمع ضحكة بنت صغيرة وجملة بتتكرر من ورا الإزاز: أنا رجعت بس مش لوحدي. لو مستني الجزء الرابع من القصة اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس.